اسمع من الماء لأنه يحكي قصصا، ولأنه يشكي من الفراق. بابا ليش وقفت عن العزف؟ وقفت العزف لأنه إجا وقته يا ابني. وقت شو يا بابا؟ وقت اللقاء. بابا أنا ما فهمت. صار وقت اللقاء مع الحق. أنا صار وقت رحيلي يا ابني. عم بمشي باتجاه الحبيب من دون إيدين ولا رجلين، رايح لعنده مثل القمر اللي بالسماء. بابا لا تتركني لحالي. إذا ما كان نورك معي كيف بدي لاقي طريقي بهالعتمة هي؟ يا ابني القمر منشوفه أوقات وبعد منها بيختفي عن العين، بس بالحقيقة هو دايما موجود. إذا كنت حابب تلاقي طريقك وقت اللي بتكون بالعتمة، طلع بنجوم السماء، والنجوم هي يلي رح تدلك على الطريق. عم بتشوف نجمة سهيل؟ ما عم شوفها. تابع طريق نجمة سهيل. بابا أنا ما عم بقدر شوفها. طلع منيح يا ابني، أكيد رح بتشوفه. بابا أنا ضعت. بابا 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 لا تتركني.
بابا لا تروح وتتركني. بابا 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 لا تروح. بابا بابا خير ابني شبك؟ انت منيح؟ أنا منيح كتير، صرت منيح بشوفتك يا بابا. قل لي أنت منيح؟ يعني كنت عم تهدس يا ابني؟ ما بعرف شفت منام كتير غريب يا بابا. شو خير إن شاء الله؟ حلمت إنك رايح على مكان تاني. وأنا كنت رح أحكي معك بهالموضوع يا ابني. قررنا أنا وأمك نطلع برحلة نريح قلبنا فيها. بابا وين بدكم تروحوا رحلة وانتوا بهالعمر؟ اهدى يا ابني وروق. رايحين بحب الله. اللي بقصده هو رحلة الحج. الحج؟ صار لنا فترة عم نفكر أنا وأمك. إن شاء الله ألف مبروك يا بابا، فرحت لكم كتير. فولكان، عرفت مكان الثغرة اللي فاتت منها الصورة على النظام؟ النظام ماله مهكر، بس باعتين رسالة مصورة على الموقع تبعنا. رح يبعثوا لنا معلومات بنفس الطريقة. لا تعملوا أي تشويش بهذا الخصوص. طيب. مرحبا، بس ما كون نطرتوا. المبادلة رح نعملها بمكان حوالين بيكوز. إذا بحس إنكم رح ترتكبوا أقل غلط رح تخسروا فيكم. إحداثيات المكان والساعة والدقيقة رح يتم إرسالها لحواسبكم الشخصية. هي كلياتكم سمعتوا. خلونا نبلش تحضيرات وخليكم منتبهين. أرتكن، أنت مسؤول عن الفريق. حاضر. نجمة سوها أصغر نجمة بمجموعة الدب الأكبر، من الصعب إنه تنشاف بالعين المجردة، بس اللي نظرهم كتير قوي فينهم يشوفوها.
نجمة سوها، لقيتك موجودة على جبين الدب. في شي أخبار يا عاكف؟ نعم سيدي، صرنا منعرف مكان التبادل، ونحن هلأ رح نتحرك لهنيك. هذا الزلمة ما حدا بيعرف شو بيعمل، خليكن صاحيين. حاضر سيدي. انت من امتى هون بتركيا؟ أنا اجيت امبارح سيد حقي، حساب صغير سكرته واجيت دغري لعندك. شو ممكن يكون لك حساب هون من دون علمنا نحن؟ أنا من شان هالشي اجيت لعندك. انت عندك شي علم بكل اللي صار وشو اللي صار؟ حبيت اسألك. وشو هذا يلي صار؟ طبيب الأسنان جاي قبلي لهون. لو طبيب الأسنان اشتغل هون كنا عرفنا. ما في هيك شي. بس هيك كان ناوي، وانتهى هالشي قبل ما يبدأ. حسابي كان مع طبيب الأسنان، سكرته وخلص. مين يلي جايبه لهون؟ نهاد وشركائه. طبيب الأسنان وخلصت منه، وهلأ هن بحاجتي. حبيت أخذ رأيك إذا بتحب تقعد معهم على الطاولة ونتفق على الشغل معهم. لعلمك هدول الجماعة ما ممكن يكونوا إلا رجلين طاولتي. هون. انت متأكد يا عاكف؟ فورا انتشروا بالمنطقة وخلوا النقاط الضرورية تحت المراقبة. ايه حاضر يا معلم. هون اكيد. خليكن صاحيين، اذا صار معنا اي مفاجأة لازم نجيب عبد الحي من دون ما يصير له شيء. حاضر يا معلم. وينه عبد الحي؟ صارب وينه؟ بالأول منشوف عبد الحي. ليكو جاي.
لازم ناخذ عبد الحي. يحموني. عبد الحي على الارض. عبد الحي. عاكف أخذتوا لعبد الحي؟ سيدي صارت مشكلة بالتبادل. شو المشكلة اللي صارت؟ يلي اسمه مستر كي قتله لصارب. قتل صارب؟ وعبد الحي؟ عبد الحي ما جابوا على التبادل. انتم مراقبينهم؟ هربوا سيدي. عم نحاول نلاقي أثرهم. تيمور خبر عابد خليه يجي لهون فورا. ها أهلا وسهلا. مدينة القسطنطينية تقريبا كأنها رح تكتمل معك. مزبوط. ما صفي لك كم قطعة، بس القطعة الأخيرة ابني اللي رح يحطها. أنا عم بفهم منيح إيحاءاتك. هيا سيد وهاب. لا تواخذني، تفضل عود، رجاء نتفضل لجوا. ابنك وقت اللي صارت القصة تبعه سألنا، قال إذا كنا فينا ننتج بالبلد سيارات محلية. أنا قلت له لا، بس هو ما سمع منا. مع ذلك مو مثل بقية اللي ما سمعوا الكلام. قررنا إنه ما نقتله لابنك. أمنا سكرنا عليه بالدير. صدقني إنه هالشي صار لأني أنا اتدخلت بالموضوع. أنا ممتن كثير على اللي عملته، بتشكرك من قلبي. اعذروا روح شبابه، بهداك الوقت كان حابب القوميين شوي، وأنا ما كنت عم حاكي شي لأنه كان مدلل على قلبي. عائلات الاقتصادية اللي بهالبلد لازم يفيقوا بقى. إنتاج السيارات وإنتاج الدبابات وإنتاج السفن كلها أوهام. روحوا وخذوا مناقصات طرق عامة، خذوا كمان مناقصات موانئ بحرية. أسابيع الصناعة المحلية خلص انسوها، صارت من الماضي. معك حق، وأنا بعتقد ابني أخذ دروس بما فيه الكفاية من هالشي. بالتصويت اللي رح تعملوه عن قريب مشان ابني، بترجى من حضرتك يكون صوتك إيجابي. أنا دائما وكنت من زمان متعاطف مع عائلتك، ومشان ابنك أنا مثل ما سبق بالماضي وعملت مشانه من قبل، وهلأ كمان اطمن رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشانه. فيك ترتاح وتطمن بالك. كتير بتشكر حضرتك أستاذي السري.
رح تجي معنا وتكون ضيف المستر كي. كان ممكن تكونوا ألطف. شو بده؟ ليش حابب يحكي معي؟ ما معنا أوامر إلا ناخدكن وبس. انتوا روحوا وأنا بمشي وراكم. حسب الإجراءات الأمنية رح تجي حضرتك معنا وعيونك مغمضة. ماشي. لحظة. ممكن آخذ موبايلك وسلاحك؟ تفضل إذا بتريد. معلم، وهلا شو صار يا تيمور؟ معلم عابد ما رح يجي لهون. هو وجاي لهون أرمجدون قطعوا له طريقه وأخذوه معهم يا معلم. أهلا وسهلا يا عبيد. أخيرا تعرفنا على بعض، بس ما كنت متوقع أنه نلتقي بهي الطريقة. ما عم تعرف تتصرف كضيف. صدقني إنه مو أنا الضيف هون. شوف جاي وإيديك فاضية، بس أنت إلك عندي هدية. سيك كمل الشغل اللي ما كملته. اقتله لهاد.
إذا كان بدك ياني كمل شغلتي اللي ما اكتملت. أول شي بتعطيني سلاح فيه رصاص. بفكر حالك كتير ذكي مستر كي. بهنيك يا عابد، كنت متأكد انك مختلف عن صارب ومتى. طيب وانت كيف عرفت انه فاضي؟ وقت كنت اختار رجالي كنت اعمل هيك مثلك. نعم سيدي. وين صرتوا؟ رايحين باتجاه المكان اللي أخذنا منه إشارة من موبايل عابد. إن شاء الله ما يصير فيه مثل موبايل عبد الحي. مانك لحالك ما هيك؟ لا سيدي، رايح أنا والفريق سوا. طيب عاكف. طلحت، متر اتجه إلى اليمين. اسأله لفولكان تغير شي المكان اللي أخذوا منه الإشارة؟ بعدين أنا حابب إني أتشكرك. لأنه هذا ما رح يقتله هيك بسهولة. لا تعذب حالك على الفاضي، موتي ما رح يكون على ايديك انت. لسه رح شوف من نمرتك خوني كتير. خلص بكفي، خدوا له هذا على غرفة التحقيق. صار لي فترة ما عم بسمع إلا القنابل اللي عم تفجرها، وناطر إيمتى يصير لي الشرف لأتعرف عليك. كان بكفي تعزمني وبس. ليش جبتني لهون بهي الطريقة؟ يعني مو معقول ما يكون عندك طريقة تانية. ما بحب تفهمني غلط، بس هي طريقة العزيمة تبعي. كتير منيح إذا هيك. طيب أنت بتعرف إني مراقب من قبل هدول الأشخاص؟ شو عم تعمل أنت؟ هذا الموبايل فيه لعبة شطرنج غريبة عم بلعب فيها. اطلع لبرا، لا تلعب بموبايل الزلمة، هلا بيطلبوا منا. حاضر. شوفي ولا شي، أنا سبق ونبهتك. هي إجت الكي جي تي. أنا لازم أخذ عبد الحي. تعال نطلع من هي الجهة، عبد الحي بعدين بناخده.
الباقي أخذناه لعبد الحي. وعابد راح من مكان الحادث مع المستر كي. بتحب نروح وراهن سيدي؟ أخذ عابد غصب عنه؟ لا سيدي. معناتها ما في داعي تلحقون. علم. برافو عليك يا عاكف، اشتغلتوا منيح. تسلم سيدي. سيدي في شي تاني حابب خبرك عليه. شو في كمان عاكف؟ أمه لمتى أيمار لقيناها ممسوكة مع عبد الحي، شو نساوي؟ طيب وصلوها للمدام على بيتها. حاضر سيدي. نورة رافقي المدام وصلية على بيتها. انت شو كان اسمك يا ابني؟ عاكف. كنت سمعاني باسمك بس هلأ تشرفت بمعرفتك. أعطيني موبايلك وأعطيني مفتاح سيارتك كمان. معلم اجتنا أوامر مشان ما نلحقوا العابد. ومين قال إني رح روح وراه لعابد؟ لوين رايح؟ وهلا رح شوف لك فالك بالقهوة بحليب. طالما اجتك الفرصة قتلني أحسن لك، لأني إذا طلعت من هون ما رح خليك تعيش بعدها. يا عيني، عم شوف لك فنجانك، كل طرقاتك مسكرة. هون عم شوف مرة. آسف بس مرتك رح تموت بعد 3 خطوات. بقى ما بعرف إذا بتشوف هذا اليوم ولا لا. ألو نعم أرتكن. نايا هذا أنا عبد الحي. وينك انتي هلا؟ أنا بالبيت عبد الحي، أنت وينك؟ لا تروحي على مطرح، أنا جاي. بس لازم روح على المستشفى. قلتلك لا تطلعي على أي مطرح. علي أنا رايح على البيت، الحقني لهنيك. اللي هو هون؟ ايه هون، بس رح نفوت من الباب الوراني. أخي ما بيقدر يحمي حاله بهالوضع، مو حابب لأي سبب إنه يتأذى. خلونا ناخده بدون اشتباك. يمكن يكون هاد فخ يا راسكم. الفخ عبارة عن خيال، وراسكم عطول بيخرب الخيال.
خسرت كل رفقاتي واحد واحد. نجدت راح، وبكتاش راح، وهلأ انت يا احسان. ليش هيك انتو تركتوني لوحدي؟ نحن موجودين يا نهاد. هدول الشباب ولاد أخوة خال وزازة وستار آغا. نجدة وإحسان وخال وزازة أكيد ما رح يروح دمهم هدر. ستار آغا قالنا بتساعدوه لنهاد شو ما بيحتاج. ايه والله. العمر إلكم. يطول عمره. العمر إلكم. يطول عمركم. العمر إلكم. الله يرحمه. الله يرحمه. سلامة راسكم. الله يسلمك. سلامة راسكم. الله يسلمك. الله يرحمه. تعيش. العمر إلكم. العمر إلك. ميران بدي أطلب منك شغلة. أمرني يا نهاد. بدي أعطيه درس مرتب لبلتزار. خلص عندي واعتبره صار. هي تاني مرة بيفلت عبد الحي من ايدي. أنا ما عم شوف هالشي خسارة بالنسبة إلي. يمكن كون خسرته بس ربحتك لإلك. طالما مو شايف بهالشي خسارة، فيني أكد لك إنك لازم تعتبر معرفتك فيني ربح مضاعف. ما بعرف الحقيقة إذا كان في عندك علم، بس عن قريب رح يتم اتخاذ قرار بحقك. أنت عم تقصد الKGT؟ لا، حسب ما عرفت من الأستاذ رح ينعقد اجتماع على مستوى عالي بقبرص. هذا اجتماع ليقرروا بخصوص ابن السيد وهاب. بعتقد مو بس هالقضية. الأستاذ رونالد كان كتير مزعوج من الشيء اللي عملته بالفترة الأخيرة. معناها دخلك بجدول الأعمال. شو بتعرف غير هيك؟ حاليا بس هالشي، بس إذا كنت حابب تعرف أكتر من هيك لازم تأمن لي روحتي على الاجتماع بقبرص. الKGT وقت ما أخذت عبد الحي بالمبادلة يبدو انحصروا فقتلوه لصارب. رح نشعر بنقص كبير بغياب صارب. بصراحة كان لايق كتير بقطاع الإعلام. بالابتزاز ما كان في أي شغلة تروح من بين إيديه. الKGT أخذت من بين إيدينا أداة إعلامية مهمة. يعني لو حضرتك بتشوف أسلوب المستر كيل غريب، الحقيقة ما حدا حطنا بالمواجهة مع الKGT إلا هو. ما بعرف. القرار النهائي بهالموضوع رح ينعطى عن قريب. قرار شو؟ بالاجتماع اللي رح ينعقد بكرة بقبرص رح نناقش موضوع مستر كي كمان. رجاء ممكن تقلي يا أستاذ إنه أنا بكرة رح اجتمع بابني شي؟ ماني متوقع قرار عكس هذا الشي. معناها بس تخلص هي القضية فيني اطلع برحلة سياحية وأنا مرتاح البال. الحقيقة مستغرب قرارك أنك تطلع برحلة سياحية، خصوصي ضمن الوضع الحالي بالبلد. أستاذ رونالد، اللي عشته بالسنوات الأخيرة أثر علي بشكل كبير. حابب إني ارتاح شوي. بس بتعرف رح نبلش بمشاريع جديدة خصوصي بمجالات الطاقة، إن كان بقبرص أو بشمال العراق. بعتقد بهي المرحلة كتير ضروري إنك تكون حضرتك على رأس عملك. ما بعتقد يكون في أي مشكلة باستمرارية التعاون اللي بيناتنا يا أستاذ رونالد. بس نرجع من قبرص أكيد ابني رح يقعد مكاني ويمشي شغلي.